من قلة الخيول أسرج الحمير. تبحث الأوطان عن قيادات حقيقية تمتلك القدرة على القيادة والرؤية الثاقبة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا المساء الذي لن يمر مرور الكرام. في عالم يزداد تعقيدا وتدهورا، تشتبك الأحداث وتتصاعد التوترات. نقف اليوم لنفكك هذه اللوحة المتشابكة ونقدم لكم الحقيقة كما هي دون تزييف أو تجميل. من الشرق الأوسط المشتعل إلى القوى الكبرى التي تتحكم في مصير الأمم، نلقي الضوء على كل ما يحدث خلف الكواليس، ونسلط الضوء على الخفايا التي يراد لها أن تبقى في الظل. هنا نضع النقاط على الحروف ونكشف المستور ونسأل الأسئلة التي لا يجرؤ الآخرون على طرحها. في هذه اللحظات الحاسمة نحن معكم لنناقش، نحلل ونبحث عن بصيص الأمل وسط هذا الظلام الدامس. تابعونا، فلن نكون مجرد مراقبين للأحداث، بل صناعا للرأي وموجهين للوعي وقادة للحوار البناء. نشرة أخبار المساء نبدأها بالعناوين. أول ظهور لكامالا هاريس في حملتها الرئاسية، رسائل مبطلة نحو ترامب. مئات القتلى والجرحى بغارات استهدفت المواصي في خان يونس. غرب خان يونس في منطقة المواصي. إسرائيل تتحدث عن استهداف محمد الضيف ومصادر ترجح مقتله، وحماس لا تؤكد. رداً على أردوغان، دمشق تشترط أسساً واضحة لبدء التطبيع مع أنقرة، في مقدمتها انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نشرت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس على حسابها بمنصة إكس أول فيديو لحملتها الانتخابية، حيث أعلنت رسميا أنها ستخوض غمار السباق الرئاسي. ونشرت هاريس فيديو برسائل واضحة، وبدأت بسؤال: في الانتخابات المقبلة جميعنا سيواجه سؤالا، ما هو نوع الدولة التي نريد العيش بها؟ وأكمل الفيديو: هناك البعض الذي يرى أننا يجب أن نعيش في دولة فوضوية ودولة خوف وكراهية لتظهر صورة دونالد ترامب. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لوصول 2 من سفنها الحربية إلى ميناء تشانغيانغ في جنوب الصين لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع البحرية الصينية. بحسب الوزارة، سيقوم البحارة الصينيون والروس بإجراء تدريبات إنقاذ بحرية ومضادة للطائرات معا. أكد الكرملين أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا لروسيا. وأشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك قدرات كافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا. كما كشف بيسكوف أن بلاده حددت النقاط الأوروبية كأهداف محتملة لصواريخها، معتبرا أن الولايات المتحدة تورط أوروبا التي باتت الآن في مرمى الصواريخ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الأخبارية لهذا المساء. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.